بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الموت. النبي عليه السلام قال: أكثروا من ذكر هذه من الملذات ومن فرق الجماعات، وهو قصد الموت. هل الموت بيجي مفاجأة؟ طبعا إن الموت يأتي بغتة. طبعا بيجي مفاجأة، والناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا لا ينفع الندم. طيب، هل إحنا ما بنشوفش حوالينا تحت أي سن الناس حوالينا بيتوفوا يوميا أو كل فترة؟ دي من ضمن إنذارات الرحيل. في إنذارات كتير للرحيل. هل بنشوف حوادث طبيعية وموت مفاجئ حوالينا في كل وقت؟ طبعا، مشاهير ومش مشاهير، قرايبنا ومش قرايبنا، أكيد بنسمع. هل ما بنشوفش ناس ممكن وجود الأمراض المزمنة؟ يعني احنا كل ما نكبر في السن بنلاقي مرض مزمن جالنا. الأمراض المزمنة دي احنا عارفين ان ليها مضاعفات، والمضاعفات دي هتنتهي بأحداث كبيرة زي غلطات أو كده. فأنت الموت بيتزرع أسبابه جواك من كل وقت. لما بتكبر سن شعرك الأبيض ده، شعر الأبيض ده انذار بالرحيل، إنك كبرت في السن، صحتك ومجهودك اللي بيقل، ذاكرتك اللي بتضعف، كل شيء، كل ده انذارات بالرحيل. فيا جماعة لازم نكون مستعدين للرحيل في أي وقت، لأن أنت قد تقوم في وقت ما تلاقيش نفسك، ممكن تنام ما تقومش، ممكن تخرج ما ترجعش. كل يوم بنقوم فيه من النوم. النوم ده هو الموتة الصغرى. حال النوم هو حال الموت، بس القلب والمعدة شغالين والنفس شغال. نفس الحالة، لما حد يكلمك ما تسمعش، ما بتشوفش، نفس حالة الموت بالظبط. كل يوم بنقول سنة عن النبي عليه السلام: أول ما نقوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ماتنا وإليه النشور. لازم نفكر نفسينا إن ممكن في مرة ننام ما نقومش. دي الموتة الصغرى نشوفها كل يوم. كل دي انذارات وعلامات إنك أنت هتمشي. الدنيا دي رحلة مؤقتة، لا محتاجة صراعات ولا محتاجة خطط ولا مؤامرات، ولا مستاهلة نزعل من بعض ولا نعادي بعض. إن هي رحلة مهما طالت قصيرة وبتنتهي في ثانية. كان رمضان اللي فات كام ناس كان معانا ومش معانا رمضان ده. لازم دايما نبقى مستعدين للرحيل في أي وقت. طبعا نستعد إزاي؟ هل كلنا جاهزين؟ لا طبعا، بس ولكن نغتنم الفرص والمنح اللي ربنا بيديها لنا. إن في حديث بيقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يوم الجمعة ده رزق كبير جدا كل أسبوع، وشهر رمضان، والصدقات، إن الصدقة تطفئ غضب الرب. كل ما تعمل ذنب حاول إنك أنت تعمل بعديه حسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئات حسنة تمحوها. وغلطت اعمل صدقة عشان ربنا يكفر بها عنك ذنبك. ولا تمل من التوبة، إن الله لا يمل حتى تملوا. التوبة مفتوحة ما لم يغرغر. التوبة مفتوحة للإنسان ما لم يغرغر، يعني يدخل في سكرات الموت. نحاول دايما واحنا داخلين ننام على طهارة. دايما نبقى نحاول أول ما يحصل أي حاجة، المؤمن وهو على طهارة في ذمة الله، ننام على طهارة. أول ما ندخل الحمام ولا حاجة نغتسل عشان نبقى جاهزين دايما للصلاة. ويا سلام لو هتموت وأنت على طهارة.
ده شيء جميل جدا. فلازم يا جماعة نحاول على قد ما نقدر انت تبقى مستعد جسديا ونفسيا للموت في اي وقت، لان علامات الرحيل كلها حوالينا في كل يوم وكل وقت وكل حين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يحسن ختامنا جميعا، ويجعل آخر كلامنا في الدنيا هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.